أهلا بيكم مع حلقة جديدة من بودكاست أسرار الفريلانسنج مع ماندو. النهاردة الحقيقة واحدة من الحلقات المميزة جدا لأنه زي ما اتفقنا إن احنا مش مجرد هنسمع صوت واحد، لكن هنسمع آراء ووجهات نظر مختلفة. النهاردة سعيد جدا إن يكون معايا ضيفي باشمهندس أندرو صابر، واحد من الناس المميزة جدا في مجال التكنولوجيا، وهنقدر ان احنا نتكلم معاه ونتحاور معاه ونسمع رأيه في نقط كتير. اتمنى الحلقة تعجبكم وخلونا نبدأ. باشمهندس اندرو، اهلا بيك، سعيد جدا ان احنا يبقى اخيرا لينا فرصة ان احنا نسجل الحلقة دي مع بعض. أهلا 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 بحضرتك دكتور ممدوح. سعيد طبعا جدا بالمشاركة مع حضرتك في البودكاست. ونتمنى إن شاء الله إن هو يكون حاجة مفيدة ونقدر نتكلم في فاليو ونقدمها للناس بشكل كويس. والحمد لله إن إحنا أخيرا وصلنا لميعاد كويس مناسب إن إحنا نبدأ فيه البودكاست. بالظبط كده، طبعا ده اكيد، وانا يسعدني جدا ان انت معانا النهارده. طيب في البداية يعني حابب أعرف كده، لو تدينا نبذة صغيرة كده تعرفنا بيها عن نفسك وعن خلفيتك عموما في مجال التكنولوجيا وشغلك وكده يعني. تمام. أنا أندرو صابر، أنا المدير التنفيذي لشركة بترا سوفت وير. احنا في بترا لينا يعني قرابة ال 14 سنة في السوق المصري. بنشتغل في سوق مصر وبنشتغل في السوق الخليجي. بداية 24 فتحنا مقر لشركتنا في أوهايو في أمريكا. ليا برضو بوزيشن تاني إن أنا عضو في مجلس إدارة شركة اي اي فيت للذكاء الاصطناعي، هي شركة موجودة من 2018. وليا بوزيشن تالت إن أنا حاليا استشاري تكنولوجيا وذكاء اصطناعي في مركز الإبداع التابع لوزارة الاتصالات. أكون إن شاء الله سعيد إن إحنا نقدم فاليو كويسة للناس مع بعض. أكيد أكيد، جميل، ميرسي جدا ليك. طيب يعني هبتدي بسؤال، من واقع مع يعني إن إحنا نعرف بعض من زمان، تمام، وكتير كنا بنتقابل وكنا بنتكلم وبندردش كتير. عايز ابتدي بسؤال، وهو هل شايف إنك حققت كل أحلامك؟ السؤال ده يعني هو أنا شاييف إن لأ لسه يعني، بس يعني السؤال ده من كام يوم كده لسه حد بيسألني بيقول لي حضرتك يا باشمهندس شُفت أنت محقق قد إيه من أحلامك أو كده، فقُلت له أعتقد إن أنا أدّي لنفسي 2.5 لسه ياه! بيقول لي: "طب بعد الماجستير والدكتوراه وكُلّه ده ولسه وبتاع؟" باقول له: "آه، أنا أعتقد إن كان ممكن يبقى ليّا أداء أفضل لو شدّيت حيلي شوية." أعتقد يعني لأ. أنا حابب أقول إن أنا ليه فكّرت في السؤال ده، لإن من زمان لمّا كُنّا بنتكلّم كنت باحس إن أنت عندك طموح كبير أوي وعندك أحلام كبيرة، وكنت دايمًا باسأل نَفْسي يعني يا ترى هيقدر يوصل لفين في الأحلام والطموح بتاعته. آه. يعني لأ. سعيد إن أنت لسه عندك أحلام لا، وحاجات لا، لسه. أنا لسه متشجّع جدًا وشايف إن الأمر لأ لسه بدري. يمكن كمان في حاجة إن كل ما الواحد بيطلع لقدّام إحنا بنتحرّك ناحية هدف متحرّك، يعني كل ما صحيح، بنطلع لقدّام بنكتشف إن لأ لسه في نُقط تاني إحنا محتاجين نضبّطها. خلّصنا مثلًا خلّصت دراسة الماستر، فلأ أنا اهم، عايز كمان أخلّص الدكتوراه. خلّصنا أوكي، الدكتوراه، الرسالة عايزينها تكون رسالة مبدعة. على مستوى الbusiness إحنا فتحنا فرع في كذا، لأ إحنا محتاجين نفتح فرع تاني في المكان الفلاني. فتحنا فرع في أمريكا، لأ إحنا كمان عايزين في الGulf يكون لينا وجود ونتحرك فيها بشكل كويس. عدد الناس اللي بتشتغل بقوا كذا، لأ إحنا كمان عايزينهم يكونوا كذا. يمكن ده بيكون دافع إيجابي إن آه، هو يخلّينا نتحرك دايمًا. وأنا شايف إن ده دايمًا بيدفعنا ناحية إن إحنا نقدر نحقق نجاحات، ونقدر يكون بيننا وبين الناس اللي حوالينا شراكات نجاحات متعددة. وإن إحنا أكيد الواحد لمّا بيطلع ما بيطلعش لوحده، يعني بيطلع طبعًا، بكل أكيد، الدوائر القريبة اللي حواليه. فأنا شايف إن ده مساحة كويسة إن إحنا كلنا نتحرك مع بعض. يعني يمكن باقول للشباب اللي عندي، باقول لهم إحنا لازم حجمنا يكبر علشان كل واحد يكون team leader، يكون في مساحة إن إحنا نكبر مع بعض.
لازم نكبر علشان يكون عندنا مساحة لاستقبال مشاريع أكبر. لازم حجمنا يكبر علشان يكون لينا حجم في التكنولوجي وفي التك، تكون هاي تك أكتر، وإن إحنا نشتغل بتكنولوجي أعلى بتكلفة أكبر. فدي كلها دوافع ناحية إن إحنا لازم نتحرك. طبعا ماركت الديفلوبمنت والتكنولوجي في العالم ماركت عملاق زي ما كلنا شايفين. اكيد يا. فده برضو بيدفعنا ناحية إن إحنا نتحرك بشكل كبير ناحية الجروس. وإحنا بنسعى في في كل وقت بنسعى للأمر ده. بنحاول إن إحنا نكون منفتحين على قد ما نقدر في إن إحنا نخش شراكات جديدة مع جهات متعددة عشان نقدر نوصل لحجم يكون مرضي لينا كلنا از تيم ورك يعني. جميل، ده جميل قوي. طيب، في نقطة تانية كمان برضو، يعني معرفش ناس كتير تعرفها ولا لأ. انت بدايتك، بديت شركتك اول ما بديت كنت في اسيوط. آه. وفي ناس كتير قوي مقتنعة ان اسيوط ما هياش المكان المناسب ان الواحد ينجح فيه. يعني يعني احنا اتنين طالعين من اسيوط، وناس كتير كانت دايما بتشوف اللي عايز ينجح لازم يسيب اسيوط ويروح القاهرة او يروح مكان تاني. ازاي قدرت تنجح وانت في اسيوط، او ايه اللي شايفه ميزة في اسيوط مخليك لسه مكمل فيها؟ اوكي. ممكن يكون في الأول كان عندي رؤية مختلفة ناحية المكان اللي أنا نشأت فيه. مهم. أنا يكون ليا مساحة إن أنا ديفلوب في الأريا دي. ممكن أكون الأول كنت شايف إن ليا رسالة في المنطقة دي. مهم. القناعات دي مع الوقت يمكن هديت شوية، ولكن بدأت يطلع أهداف جديدة تبدأ تخليني أختار وسلكت إن أنا أكون موجود. اوكي. أولا أنا بصيت للموضوع إن اللي معاه القدرة ناحية إن هو يجرس، وإن هو يكريت انتيتي ويكريت كومباني وإن هو يطورها وكده، مهم. هيقدر يعمل ده في أيا كان المكان. لأني شايف إن عقول الناس هي اللي بتعمل أتراكشن للأعمال، مش اللي بيعمل أتراكشن للأعمال أماكنها، بالذات في اوكي. شغلانتنا. مهم. و- صحيح. واعتقدت اني في الامر ده بقوه كبيره. واعتقد ان انا قدرت ان انا اوصل لده بشكل كويس، لاني انا عندي فوق 70 80% من حجم اعمالي من خارج مصر اصلا. اوكي. ميبي ان انا علشان مكاني في الصعيد، مهم. فاكون بستحوذ على الحاجات باثمان اقل من الثمن المناسب ليها، او من مهم. السعر الماركت بتاع السوق بتاعها. اوكي. وده اللي خلاني أتجه إن أنا أفتح في أسواق مختلفة. جميل. ولكن ما زلت عند رؤيتي إن أنا شايف إن أنا عندي مسؤولية ناحية الدايرة إن أنا نشأت فيها. يا. شايف دي نقطة. شايف نقطة تاني إن الناس هنا في أسيوط أو الصعيد عموما مازال عندهم الالتزام الأدبي بشكل كبير موجود. يا. وده يمكن في أي ميتنج مع شركات مختلفة في القاهرة بندعيهم إن هم يجوا يفتحوا في أسيوط. بنتكلم في الأمور دي. بقول اوكي. لهم إحنا عندنا كوميتمنت عالي. إحنا الشباب في أسيوط في الصعيد مازال عندهم كوميتمنت عالي. ويمكن أصدقائي من يعني من environment مختلفة، من القاهرة، من أي محافظة في مصر، ما زالوا بيشوفوا معايا في القطاع بتاع التكنولوجي إن ما مهم. زال الصعايدة عندهم كوميتمنت عالي. طبعا دي حاجة بتخلينا نفخر بالأمر شوية. ولكن يا. دي نقطة حقيقية. إحنا ما زال عندنا كوميتمنت عالي. برضو يمكن في نقطة قبل الحلقة كنت بقولها لحضرتك، إن إحنا ما زال عندنا تيرن أوفر في الصعيد قليل، مش زي يا التيرن صحيح. اوفر في القاهرة. مهم. يمكن احنا ما سعيناش في وقت ان احنا نفتح في القاهرة بسبب التيرن اوفر العالي. القاهرة بتيرن اوفر عالي جدا جدا. لكن ما يا. زال الصعيد في ناس سيلكتد، في ناس اختارت ان هي تقعد. فهي عندها opportunity قاعد عليها بتشتغل بتتطور معاها. يا. ما زال في بعض المبادئ الرئيسية من اللويالتي للأماكن. ما زال عندنا كوميتمنت. الاثنين دول أنا شايفهم سبب لإنجاح أي انتيتي، إن يكون معاه صحيح. شباب
شايفين إن هم عليهم commitment ناحية الentity مع شباب loyal للentity بتاعته. وأعتقد إني في كل مرحلة أنا كان معايا الشباب الentity، الشباب الloyal والشباب اللي عندهم commitment اللي ساعدوا في كل مرحلة إن إحنا ننجح فيها ونخش في المرحلة اللي بعديها. جميل، جميل جدًا، وأتمنى ناس أكتر يعني تبُص للنقط اللي أنت قُلتها دي، وتحاول إن هي دايمًا تعمل الbusiness بتاعها في الأماكن المختلفة، ما يبقاش كل حاجة في القاهرة أو يعني في العاصمة، وتبقى يمكن الصعيد بالذات دايمًا كنا بنقول إن هو مُهمّش وإن هو مش لاقي فرص. أتمنى ناس أكتر يبقى عندها نفس التفكير دوّة، ونقدر إن إحنا يعني نبني فرص ونعمّر أكتر في أسيوط وفي كل المحافظات اللي في الصعيد طبعًا، اللي هي دايمًا كانت بتبقى ما فيهاش فرص كافية. خلّيني في النقطة دي كمان أقول لك على كام نقطة. أولًا آه. إحنا شايفين توجُّه عظيم جدًا من الدولة كلّها ناحية إن أسيوط تكون hub للتكنولوجي. الكلام ده شُفناه في ال3، 4 سنين الأخيرة بشكل ضخم جدًا، اهم. من ناحية تسهيلات ضخمة للشركات في إن هي تفتح في الصعيد وخصوصًا في أسيوط، من ناحية موجود facilities مختلفة من سيليكون واحة ومقر للشركات بشكل محترم، من تعاون مختلف بشكل قوي جدًا، جدًا مع جهات متعددة منهم الITI بيsupport الأمر بشكل ضخم. تخيل إحنا هنا في أسيوط عندنا يعني عدد كبير من الجامعات والكليات التكنولوجية بعدد اهم. خريجين كبير، بيسمح فعلًا بفرص حقيقية إن اهم. الشركات تيجي تفتح، تجرَس، تكبر وتكون موجودة. ما يجيش بس علشان إن هو يستحوذ على employee أو مهندسين بأسعار قليلة، ولكن أنا بادعيه إن هو ييجي يفكّر على long term strategy إن هو هيقدر يبني team هيكون عنده commitment، هيكون عنده loyal، هيكون موجود في المكان بشكل ضخم. وأعتقد إن بدأ البادرة دي بدأت تظهر في الmarket، وبدأ فعلًا يكون في شركات موجودة شُفناها بدأت تيجي، وأعتقد إن هي بس مسافة وقت وممكن يكون في مصر hub للتكنولوجي زي أسيوط، وهيكون بالمناسبة hub قوي. ليه؟ لإن في حجم calibers كتيرة موجودة في الmarket بيدوّروا على opportunity، اهم. فبسهل إن أنت هتستحوذ على ناس، في ناس بيساعدوا الخريجين إن هم يتأهلوا للأمر زي ما قُلت لك ITI NTI يعني التدريبات المختلفة من المبادرات المختلفة التابعة لوزارة الاتصالات. فلأ إحنا هنا عندنا ecosystem محترم، وأعتقد إن من كذا جهة، في جهات كتيرة بتبدأ إن هي تيجي تبُص على الmarket وتشوف هنا في ecosystem محترم يقدر ويسمح إن هو يكون hub للتكنولوجي بشكل كويس. وأعتقد يمكن في ال14 سنة اللي الواحد كان فيهم بترا كانت بتجرَس، يمكن ما كانش في الopportunity دي على الأرض، لكن إحنا أوكي. النهارده عندنا الopportunity دي كبيرة. عندنا برضه الopportunity بتاع التيك ومركز الإبداع بيدّي تمويلات ضخمة في الأمر ده اهم. للشركات الناشئة، وده برضه حاجة محترمة جدًا. وبرضه يمكن قدّام شوية لمّا نتكلم هاقول لك على بعض الحاجات اللي بيوفّروها اللي ممكن تساعد الشباب بشكل محترم جدًا. جميل، جميل جدًا، دي كلّها حاجات جميلة، وأنا سعيد إن أنا أعرف بالتفاصيل دي منّك، حاجات كتير منها برضه أنا جديدة عليّا. طيب، خلّيني أسألك بقى بشكل شخصي. أنا أعرف إن أنت يعني بديت في البرمجة من فترة كبيرة أوي. هل جرّبت إنك تشتغل freelancing online، والّا أنت بديت كشغلك مع الشركة على طول، والّا كان إيه تجربتك مع الfreelancing نفسه يعني؟ تمام. أنا بدأت الأول أول شغل ليّا كان project لصالح عُملا في أسيوط نفسها. اهم. ده كان أول شغل ليّا، ويمكن كانت أوكي. حاجات as a volunteer يعني. إمم. كان مشروع عملته، حد شافه، حد عرف إن أنا باعرف أعمل ده، طلب منّي as a volunteer إن أنا أقدّم حاجة. اهم. وبعديها حد customer تاني بدأ يشوف الشغل، فبدأ يقول لي أنا محتاج كذا. جات بعديها اشتغلت فترة أونلاين، قعدت مثلًا في حدود سنتين ونُص، 3 كنت شغال أونلاين.
أوكي. بس من بدري أوي، من أيام جيتا كودر ورينتا كودر، قبل الويب سايت، يعني قبل ما يكون الفريلانسر مشهور بالشكل ده. آه. فكانت طبعًا في بعض الصعوبات اللي بتقابلنا في الحصول على الفلوس أو كده، أو إن هي الفلوس توصل طبعًا. لنا. Yeah. تمام. كان يمكن في بعض الصعوبات التانية، ولكن كان الfreelancer كان نقطة أو وقت في حياتي كان مهم جدًا، لإني هو اللي خلّاني أشتغل as a hard work، وإن أنا أشتغل بوقت كتير وورا بعض، ورا بعض، ورا بعض، فساعد معايا بشكل ضخم جدًا في إني يخلّي قدرتي على الإدراك والمفاهيم بتاعة التكنولوجي المتعددة أسمعها من كذا مكان ومن كذا حد. اهم. Yeah. يمكن برضه صادفت إن أنا اشتغلت مع شركة هندي، قعدت معاها فترة يعني لطيفة as a remote، عن طريق ويب سايتات freelancer برضه. آه. برضه ساهمت معايا في إن أنا يبقى عندي وقت كتير باشتغله مع ناس هنود، مع ناس غير مصريين من environment مختلفة، فكُلّه ده ساهم معايا بشكل ضخم في الmentality بتاعة عقلي. طبعًا. والfreelancer نَفْسه يمكن كان ليه نقطة قوية جدًا، نقطة إن هو بيفتّح عينين الواحد على كل التكنولوجي الموجودة في الmarket. يعني صحيح. كنت لمّا آجي أعمل الaccount والاقي حد بيطلب مثلًا، يقول كان في حاجة زمان يعني اسمها Zencart، فيقول إن أنا اهم. عايز أعمل store using Zencart. فأنا ما أوكي. كنتش أعرف الZencart، كنت أروح Yeah. أدوّر على الZencart فأتعلّمه، Yeah. فعرفت الZencart فاشتغلت project Zencart. بعديها حد عايز يعمل project بحاجة اسمها جملة، ما أعرفش اهم. الجملة، أروح أتعلم جملة عشان أعرف أشتغل الحاجة دي. فده ساهم معايا بشكل كبير إن هو يخلّيني أعرف هو إيه المطلوب في الmarket، صحيح. وإيه الموجود في الmarket من technologies. وعايز أقول لك لغاية دلوقتي أنا باغيب وأخش أتفرّج على الprojects، إيه اللي بيتطلب، إيه الموجود، إيه اللي الناس اهم. عايزاه، لإن ده بيساهم بشكل كبير جدًا في إن هو يقول لي المعارف الموجودة في السوق أو المطلوبة في الmarket شكلها إيه، واللي المفروض إن أنا آخُد بالي منّه أو المفروض إن أنا أتعلّمه. ده حقيقي، ده متّفق جدًا معاك في النقطة دي، يعني الواحد فعلًا من خلال شغل freelancing كتير جدًا بيتعلّم حاجات وبيشتغلها في نفس الوقت، ودي نقطة يمكن ناس كتير ما تعرفهاش أو تستغربها، ناس كتير بتفتكر إنك بتدخل freelancing باللي أنت عارفه وبتشتغل بيه على طول، بتبقى في حاجات عارفها لكن دايمًا بتضيف المفروض إنك بتطوّر وبتتعلّم حاجات جديدة، لإن هو ده فعلًا اللي السوق بيحتاجه أو الmarket بيحتاجه. طيب خلّيني أسألك لو حد لسه يعني أول مرّة يسمع عن الfreelancing وعايز يبتدي، تنصحه بإيه أو تقول له إيه الخطوات اللي ممكن تبقى هي الأولوية بالنسبة له وهو لسه بيبتدي جديد يدخل المجال دوّة؟ أعتقد إني من أول الأجزاء اللي هو عليه يهتم بيها، إن هو يهتم إنه يجمّع review، يهتم إنه يجمّع ثقة العُملا. أوكي. لإني ده الchallenge الأكبر الموجود في الfreelancer دلوقتي. صحيح. خلّي بال حضرتك المشكلة مش في الtech، يعني المشكلة مش في التكنولوجي قد ما إمم. المشكلة في إن أنا إزاي أقدر أتعامل مع العميل، أخلّيه واثق فيّا، أخلّيه صحيح. مُدرك إن أنا متاح بشكل كبير، بارُد عليه في وقت قصيّر، باقدر أكون متابع معاه أول بأول، باقول له الupdates بتاعة الproject بتاعته، ما yeah. اسيبوش بالأسبوع أو بالشهر أو كده. أعتقد ده لوحده مفتاح كبير في الfreelancer. صحيح، يمكن متّفق معاك جدًا. لو حد مهاراته قليلة، اهم. ولكن متواصل بشكل كويس أوي، صحيح. وهتلاقي الأمر مختلف خالص عن واحد مهاراته كبيرة جدًا، بس مش بيتواصل، مش بيسمع للعميل، مش بيتكلم معاه، مش بيقول له state عن المشروع أول بأول، yeah. مش بيقول له الtime zone بتاعته، مش بياخد باله من الtime zone بتاعة العميل والtime zone بتاعته. الحكاية دي بتفرق أوي. يعني لو صحيح. هو عايز يعمل closing كويس على عُملا في أماكن مختلفة، لأ، اهم. لازم يسهّل التواصل بشكل محترم جدًا، يقدر يتواصل معاه بشكل مرن، yeah. يقدر إن هو يعرف يتكلّم معاه كويس. اللغة دي حاجة مهمة جدًا، إحنا عندنا طبعًا، gap في اللغة نقطة اللغة. أساسية جدًا يعني. اللغة دي محتاجين إن هو يهتم بيها جدًا.
الحتت دي لو هو ضبطها أنا أعتقد إن فوق 60 70% هو قطع بيهم شوط كويس أوي. التك مش هي أصل الحكاية. أصل اهم. الحكاية إن هو لازم يبقى يعرف يعامل العميل بشكل كويس أوي، Yeah. والتك هتيجي، لإن صحيح. العميل most common هو مش بيبقى عارف إن الحاجة دي تاخد قد إيه وقت، أو الحاجة دي حجمها قد إيه، كبير والّا صغير. فلو Yeah. هو بس وثق في إدراك اللي قدّامه، واللي قدّامه كان honest معاه في إن هو يعمل الحاجة بشكل كويس، هتفرق جدًا، جدًا. صحيح، صحيح، متّفق معاك جدًا. دي فعلًا نُقط جوهرية لأي حد عايز ينجح في الfreelancing. طيب خلّيني أسألك أنت كواحد يعني صاحب شركة وأحيانًا كتير بتعمل interview وبتوظّف ناس، بتدوّر على إيه في مبرمج جديد بت عايز تعيّنه في شركتك؟ إيه أكتر حاجة بتبُص لها أو بتبقى أولوية عندك؟ بُص، أهم حاجة وأول حاجة في أي حد هييجي يخش جديد، وأعتقد مش عندي أنا بس، في أغلب الmarket، قدرته على تعليم ذاته. أوكي. ability to self learning، يعني إمم. هل ده يقدر إن هو يعلّم نَفْسه حاجة جديدة والّا لأ؟ لإني الموضوع زي ما أنت شايف الmarket متغيّر بشكل كبير جدًا وdynamic صحيح. بشكل عظيم. Yeah. فلو إحنا قدرنا إن إحنا نضمن إن الشخص اللي قدّامنا ده قابل للself learning، إحنا بنضمن إن إحنا كشركة إن إحنا هنقدر نوصل لكل technology حتى لو هي مش معانا النهارده، لإن إحنا اهم. معانا ناس قادرين على تعليم ذاتهم. وده بيبان في الinterview بإن إحنا بنسأله أنت آخر مرّة علّمت نَفْسك حاجة إمتى؟ اتعلّمتها إمم. إزاي؟ طَب أنت تعرف تعلّم نَفْسك حاجة والّا لأ؟ في ناس بيقول لك أنا رُحت خدت كورس كذا، هو الكورسات حلوة أوكي، بس Yeah. برضه إحنا لازم يكون لينا قدرة على الاكتشاف، قدرة صحيح. على إن أنا هاكتشف أرض جديدة، هاكتشف حاجة جديدة، مهارة جديدة أنا هاتعلّمها، إزاي هاقدر أوصل لها؟ في ناس تعرف الكيميا بتاعة دماغها، يعني عارف هو هيقعد إزاي ويشتغل إزاي عشان Yeah. يقدر يوصل للknowledge بشكل كويس، ويقدر يوصل للحاجة دي بشكل كويس. في حد يقول لك أنا باحضر فيديوز، اهم. باشوف الtutorial بتاعة كذا، باقدر أتعلم في كذا، تمام؟ حد تاني Yeah. لأ، ما بيكونش معاه القدرة دي. دي نقطة عليها جزء كبير من الinterview، زائد الmentality بتاعة الشخص نفسه. هل هو هيكون يدخل في team هيكون شخص كويس، هيعرف يتعامل مع الناس، اهم. هيعرف يكون friendly، هيعرف ياخد منهم تاسكات ويديهم النتايج بتاعته وكده ويتعاون مع الأمر، والّا هو ما إمم. بيعرفش يشتغل في team؟ الحتتين أوكي. دول لو هم موجودين في حد، أنا أعتقد إن إحنا حتى لو مستواه قليل، أعتقد في وقت قريب جدًا هيgrowth بشكل ضخم. لو هو ما عندوش الإمكانيات دي، هو حتى لو معاه إمكانيات كويسة، الgrowth بتاعه هيبقى بطيء أوي في الmarket. إمم. الmarket النهارده بيتطور كل يوم، مش كل Yeah. يعني كل يوم. أنا مش راضي أقول كل ساعة عشان ما ابقاش بابالغ، بس هي Yeah. ممكن تبقى كل ساعة كمان. هل بتشوف إن نقطة الself learning دي تسبق الشهادات؟ يعني هل دي عندك أهم من إيه الشهادات اللي واخدها أو دارس فين أو كده؟ طيب خلّينا نقول إن العالم كله بيتجه ناحية إن قدرته على التعلُّم أهم من الشهادات، اهم. ولكن الشهادة ما زالت بتدّينا مساحة إن الbackground معانا، أوكي. الحاجات الأساسية اللي في الbackground مُدركة. Yeah. لإني في حالة إن الbackground الأساسية غير مُدركة، أعتقد الموضوع بيبقى صعب. في تجربتي ما زال إمم. الموضوع صعب. أنا عارف Yeah. إن ده ممكن يكون يعني رؤية مختلفة عن رؤية البعض، ولكن في اهم. تجربتي الشخصية ما زال إني لو هو الbackground بتاعته technology، أو على الأقل الbackground بتاعته فيها engineering إمم. maybe، إن هو يكون عنده ability إن هو يقدر يكتشف، يقدر يدوّر، ولكن ده ما ينفيش إن في بعض الأشخاص هم بالفطرة مبدعين، والمساحة دي موجودة معاهم بالفعل. يعني بيقدر يعلّم نَفْسه، بيقدر يinvestigate في الحاجة، بيقدر يبُص على الحاجة بأشكال متعددة لغاية ما يكتشف هي اتعملت إزاي ويقدر يعملها. فالناس اللي معاها الإمكانيات دي، هم اهم. ممكن يكونوا مش مدركينها، شايفينها عادية، ولكن هي Yeah. في الحقيقة هي مش عادية، هي حاجة مميزة ليهم، واتنمِّت أو موجودة بشكل أكبر في الengineering background، و
وعشان كده يمكن لبعض الوقت في ناس ما زالت بتلتزم بالباك جراوند العملية أو الباك جراوند الإنجينيرينج. اهم. تمام. طيب سؤالي دلوقتي بقى عن موضوع الساعة اللي الكل بيتكلم عنه وبيفكر فيه، وهو موضوع ال AI أو Artificial Intelligence. هل شايف ال AI كخطر علينا كناس بتشتغل في مجال البروجرامينج أو ويب ديزاين أو كده؟ هل قريب احنا ممكن كلنا نقعد في البيت وما يبقاش في احتياج لشغلنا وال AI يبقى هو البديل لكده؟ طيب، رؤيتي إن لا، الأمر ده مش هيحصل في وقت قريب، وحدوثه هيبقى حدوث نوعا ما أبطأ مما نتصور. يعني إحنا مهم. شايفينه إن هو هيحصل بسرعة، لكن هو هيكون Yeah. بطيء شوية. بطيء اللي أنا أقصده إن هو مثلا في خلال ممكن 5 سنين. تمام. اوكي. ولكن مم. خلينا نتفق هو إيه الشكل اللي هيحصل. في وجهة نظري إن الشكل اللي هيحصل إن الوظائف هتتغير، التايتلز هتتغير. يعني مهم. مثلا إحنا من 5 سنين، من 7 سنين، كنا لما بنطلب حد يشتغل ويب بنقول عايزين فرونت اند ديفلوبر وعايزين باك اند ديفلوبر. اوكي. الماركت اتغير، بقينا نطلب فول ستاك ديفلوبر، عايزين حد يعرف الباك الفرونت اند والباك اند. اوكي. بعديها بشويه طلعت الكروس بلاتفورم، فاحنا بقينا نقول في الكروس بلاتفورم عايزين ديفلوبر واحد، وهو مهم. بيطلع لنا ديسكتوب ابلكيشن وويب ابلكيشن وموبايل ابلكيشن. اوكي. متوقع ان الامر ده بدخول الاي اي ان احنا نشوف تصورات جديده في العالم كله للتايتلز المطلوبه. اعتقد ان احنا هنشوف ان مطلوب برومبت انجينير. اتوقع ان احنا هنشوف ان احنا عايزين بروجرامر از تايتل بروجرامر، لكن مش هيكتب كود بايده. اعتقد ان الكودر هو اللي مهم. هيقل، هو اللي هيكون موجود بشكل قليل. لكن اوكي. الكونسيبت بتاع البروجرامر لا، اعتقد هيبقى موجود لفترات طويلة. مهم. و... ورؤيتي لغاية دلوقتي ان لا، صعب الاستغناء عنه، لاني مازال ما بين عامة الناس وعامة المؤسسات وبين الناس الاكسبيرت او بين التول للاكسبيرت مازال في فجوة كبيرة. والفجوة اوكي. دي هي اللي هيسدها البروجرامر حتى مهم. لو كانت التولز اللي معاه قلت. خلينا تمام. برضو اقول لحضرتك او اشاركك بامر حصل من 10 سنين مثلا. مم. من 10 سنين كان بدء ظهور الشير بوينت بشكل ضخم. مهم. وكان أول الناس اللي سمعوا عن الشير بوينت كان بيقول لك إن ظهور الشير بوينت أو ظهور بعض التكنولوجيز اللي بتعمل حاجات ويزرد هتلغي مم. دور الديفيلوبر بشكل كبير. ولكن اوكي. بعد كده ده ما حصلش. احنا يا. شفنا ان دلوقتي بيطلب مهندسين للحاجة دي بشكل معين. يا. فبشكل واضح الرؤية اللي أنا أمتلكها إن إحنا مش هيحصل استغناء عن الديفيلوبر بشكل مطلق، مهم. ولكن الوظائف هتتغير عناوينها تمام. وهتتغير وصفها. مم. بدل ما احنا كنا بنقول الوظيفة عايزين حد بتاع فرونت يعرف HTML و CSS وجافا سكريبت وجيكويري وهكذا، لا، مهم. هنروح نقول عايزين حد بتاع فرونت او بتاع فول ستاك او بتاع بروجرامر تايتل عريض تحتيه كذا وظيفة، بيعرف يعمل البروجكت بشكل اكبر او ليه مساحة اكبر في التنفيذ. تمام. واعتقد ان ده هيفرق معانا في الانتاجية. فاحنا لازم كلنا كماركت نتجه ليه بشكل سريع وشكل كبير. مهم. يعني يمكن بحكم الشغل قابلت ناس آه، يعني شايفة ان هي ما تستخدمش الاي اي، ولكن اه. بالعكس انا بدعي الناس ان هي تستخدم الاي اي بما يحافظ على ادراكها، ان هي برضو تبقى فاهمة. يعني هستخدم الاي اي في العملية المكررة اللي هعملها كتير، فخليه مهم. يساعدني يخليني اعملها بسرعة. ولكن بسرعة. في الحاجات اللي عايزة سينكينج وإن عقلي يفكر لازم مهم. أسيب المساحة دي بشكل كويس. صحيح. أنا عندي يعني فرصة إن أنا بقول توك مع مجموعة شباب، فكنت بتكلم على جزء ال AI ده. بقول لهم إن مستحيل في أي دولة في العالم إن يكون ولد لسه صغير مثلا في كي جي 1 في كي جي 2 ونقول له عشان تتعلم الرياضة خد الآلة الحاسبة وتعلم بيها الرياضة. الآلة الحاسبة مش هتعلم رياضة. احنا صحيح. النهارده محتاجين ان كل الناس الفريش جراد
يهتم إن هو يشتغل كود بإيديه، يفهم إمم، كويس. الناس الexpert مطلوب منها إن هي تخش ناحية الAI بشكل ضخم، علشان إمم، يقدر يسرّع بالعملية بتاعته، ويقدر يسرّع بمقدار الإنجاز اللي هيعمله في كل شغل أو في كل task. يعني أنا متوقع إن بدل ما إحنا دلوقتي بنعمل الproject say مثلًا برقم كبير، متوقع إمم، إن نفس الproject قدّام هيتعمل برقم قليل، لإني هيبقى معمول منه جزء كبير بالAI. فإحنا بالAI. علينا إن إحنا نتحرك ناحية ده بسرعة، والمهندسين اللي هتتحرك ناحية الأمر ده هم اللي سعرهم هيبقى أعلى في الmarket، لإني هيبقى معاه قدرة production أعلى من زميله التاني اللي ما اتحركش للdirection ده. تمام؟ ولكن ده تمام، مع الحفاظ على إدراكه وفهمه. وبرضه اللي هيتحرك بدون إدراك أو فهم هيتأخر جدًا، جدًا في الmarket، لإن ما زال الAI هو مش بيحل محل الprogrammer، هو اهم، tool بتساعدنا بشكل ضخم جدًا، ولكن لو إحنا خدناها مكاني يبقى مش هتحل كل حاجة، والدنيا هتعطل وهتُقف يعني. صحيح، تمام؟ متّفق معاك جدًا طبعًا. يا ترى هل أنت بتستخدم الAI بشكل شخصي؟ أنا باستخدم الAI بشكل شخصي جدًا. يعني أنا مؤخرًا طبعًا كل ما الواحد بيتقدّم في عمره بيخاف إن يحصل بيخاف إن هو عقله يعزف عن تعلُّم الجديد. اهم، أنا باجري لكل علوم جديدة في إن إمم، أنا أثقل نفسي فيها بسرعة بcourses كويسة، بself study كويس، تمام، ب بمذاكرة كويس أوي، باستخدامها بشكل كبير علشان أقدر أحافظ على مستوايا إن أنا أكون متقدِّم في التكنولوجي، وشايف إن ده واجبي as a CEO في شركة تكنولوجي. أنا لازم أكون متحرّك بشكل ده سريع أكيد. جدًا. ده أكيد. طيب خلّيني أسألك دلوقتي إحنا دايمًا لمّا الناس بتتكلّم عن التكنولوجيا على مستوى عالمي وكده، دايمًا الناس بتقول الهند، بتقول باكستان. هل شايف إن مصر ليها مكان واضح حقيقي على الخريطة العالمية بتاعة التكنولوجيا بشكل عام؟ طيب أنا ممكن أكون ما أمتلكش رؤية عن الإحصائيات العالمية أو كده شكلها إزاي، ولكن بتجربتي أنا يمكن وضّحت لحضرتك في البداية إن إحنا شغالين في منطقة الGulf area، وشغالين mainly في السعودية، اهم، وشغالين في جزء تاني في الإمارات. تمام، آآ أنا شايف إن المصريين ليهم مساحة كويسة أوي، ويمكن أنا عندي بعض الإحصائيات عن مجال الERP system جوّه الشرق الأوسط. إحنا عندنا مصر بتمتلك نسبة كبيرة من أعمال الERP system في الشرق الأوسط بيمتلكها شركات مصرية، اهم، ونسبة كبيرة والنسبة الباقية بيشتغل عليها مصريين في شركات أجنبية. فإحنا ممتاز، معانا مساحة محترمة جدًا في الmarket في بعض المجالات، وشايف إن إحنا باتجاه الدولة بتكثيف الخريجين في مجال الIT في الفترة الأخيرة. أعتقد في وقت قريب هيكون لينا صدارة في مجال الIT على كذا اتجاه وكذا منحى. ويمكن في إحصائية النهارده قريتها عن إن في مصر نُص مليون freelancer. اهم، الإحصائية دي برضه بتقول قد إيه إن إحنا بدأنا نتطوّر بشكل ضخم، وبدأت المبادرات الوزارية المختلفة لوزارة الاتصالات بدأت تُنتج result على الأرض، وبدأنا نشوف growth ضخم في direction متعددة international من شركات كل يوم بنسمع عنها إن هي بتيجي مصر تفتح في مجال التعهيد ومجال الIT، وبرضه على مجال الfreelancer إن إحنا في نُص مليون freelancer كل يوم بيدوّروا على تاسكات أونلاين ويشتغلوا عليها. فأعتقد لأ، إحنا لينا مساحة كويسة، ولكن يمكن إحنا جينا متأخرين حبّة، ولكن إحنا متحرّكين بأداء كويس، وأعتقد في وقت كويس هنفضل أو هنبقى بنشارك الأمر عالميًا إن مصر تكون من إحدى مراكز صناعة الIT في الشرق الأوسط وفي العالم يعني. ده جميل وأنا الحقيقة سعيد جدًا بالرقم اللي أنت قُلته اللي هو نُص مليون freelancer ده أنا أول مرّة أسمعه يعني من زمان دايمًا كان عندي فضول يا ترى إحنا الناس بتشتغل freelancing في مصر قد إيه؟ أنا شايف إن ده رقم يعني محترم جدًا. هل بتشوف إن المشاكل اللي كانت بتقابل شغل الfreelancing في مصر
زمان ساعة ما أنت بديت عن دلوقتي، هل بتشوف إن المشاكل دي قلّت أو الدنيا بقت أسهل دلوقتي عن زمان؟ المشاكل دي قلت جدًا، والحتّة دي اتسهّلت خالص، جميل. على كذا منحى. خلّينا نبدأ الأول مجتمعيًا. آه. تمام. اهم. مجتمعيًا من 14 سنة، 15 سنة لمّا كنت باشتغل freelancer، يمكن إمم. أكتر شوية. يعني بدأت قبليها مثلًا بشوية، بس كان ساعتها ما فيش concept إن أنا باشتغل قدّام الكمبيوتر وآخد فلوس، كان ياه! الconcept ده قليل جدًا. ياه! يمكن أنت كنت في الوقت ده برضه شغال أونلاين، هتبقى فاكر معايا طبعًا ده ال حقيقي. الناس بتقول لك يعني إيه بيشتغل أونلاين ويجيب فلوس، يعني عايزين قاعد في البيت بالضبط، بالضبط. هُم مش عارفين إن قاعد في البيت شغال اليوم كله يعني. تمام. ده حقيقي. ولكن أول حاجة التوجُّه المجتمعي، إن الناس بقي في acceptance إن هو الناس تشتغل remotely وتشتغل كمان freelancer، بقي التوجُّه ده في acceptance مجتمعي عليه. بدأنا صحيح. نشوف ناس كتيرة بتشتغل freelancer، ناس كتيرة بتشتغل online، فده برضه سهِّل قبول المجتمع للأمر، لإن في ياه! بعض الناس كانت بتاخد الfreelancer مجرّد مسافة وقت اهم. علشان أطلع من البيت، علشان يعني خطوات في حياتي آخُدها أقول أنا شغّال إيه. تمام. أيوه صحيح. فالحكاية بتفرق جدًا، جدًا مجتمعيًا. ياه! فأول جزء أنا شايفه إن إحنا عقبة عدّيناها الجزء المجتمعي، ده تمام. رقم 1. رقم إمم. 2، في الوقت ده ما كانش في وعي وإدراك ودعم حكومي للأمر. إمم. يعني أوكي. كُنّا بنشتغل، كان كل الناس مش معروف لمّا بتروح تستلم الفلوس بيسألك دي جاية منين اهم. وإزاي وليه. النهارده آه. بقي خلاص في logic معروف إن الناس بتشتغل freelancer بيستقبلوا إمم. فلوس من برّه مصر. كمان إحنا شُفنا بعض الأشكال من الدعم الحكومي لبعض المبادرات دي، إن في مثلًا هنا في أسيوط الITI في وقت قال لهم اللي عايز مكان يشتغل منه ييجي يشتغل من الITI. إحنا الكلام ده ياه! في وقتنا ما كانش موجود خالص، يعني طبعًا. من 10، 15 سنة كان الكلام ده بيُقابل يعني بالاستعجاب، ويعني إيه بتشتغل طبعًا من أكيد. البيت، ويعني إيه بتشتغل إمم. أونلاين، ياه! وده بيجيب فلوس كويس، طب ما تشوف لك شغلانة كويسة، مش كده؟ و وبس، يعني ما كانش الأمر يعني، كان حتى لو قُلته لحد كان بيستنى إيه، يقول لك طب هاشوف لك وظيفة كويسة. أشوف لك وظيفة بالضبط كده. الحمد لله سُمعة الfreelancer دلوقتي سُمعة طيبة، إن هم معاهم فلوس كويس. تمام. ياه! الأمر ويعني أنا مرّة يعني واحدة من الحلقات أنا أفتكر إن أنا اتكلّمت عن الCovid والكورونا، وإزاي إن هو كان حاجة من الحاجات اللي ساهمت إن الناس كلّها صح، تقعد في البيت وتشتغل من طبعًا. البيت، وبدأت الناس وقتها تدرك إيه ده في ناس شغّالة من البيت طبيعي. يعني أفتكر أنا شخصيًا يعني وقت الكورونا كل حاجة حوالينا قفلت والناس كلّها بقت قاعدة في البيت مش قادرة تشتغل، كنت أنا الوحيد في كل الناس اللي حواليّا اللي هو قاعد في البيت، لكن شغلي مكمّل عادي جدًا لإن أنا كنت شغّال أونلاين فيا جماعة طَب أهلًا وسهلًا بيكم قاعدين في البيت، طَب ما ده العادي يعني آه. فعلًا، فعلًا الأمر ده فرق جدًا، ويمكن كورونا ياه! كان ليها أثر على التكنولوجي ضخم جدًا على كذا منحى وكذا جانب يعني. طبعًا، طبعًا. في قبول لشغل الدراسة أونلاين، الشغل الدراسة أونلاين، أونلاين صحيح. إن حياتنا كلّها تكون فيها أجزاء أونلاين، الmeeting ياه! الأونلاين والconference الأونلاين. إحنا زمان كنا بنشوف الconference الأونلاين بيبقى الtime slot بتاعه مش محجوز، يعني الناس مش أيوه. بتعمل لك اجتماع. تمام. ولكن إحنا يس. بدأنا نشوف acceptance ضخم من كورونا لفكرة تكنولوجي وفكرة الأونلاين بالذات، شُفناها ليها acceptance ضخم، وكان للfreelancer نصيب كبير من القبول بعد تجربة كورونا بشكل ضخم. ويمكن بتطوّر الوقت وتطوّر الزمن، الناس دلوقتي عندها acceptance إن هو يشتغل freelancer. تمام. عندها فكر كويس وقبول كويس، والدوائر اللي حواليها عندها acceptance إن هو بيكون بيشتغل أونلاين وبيجيب فلوس ودي شغلانة كويسة. ياه! تمام. بالضبط كده. فإحنا دلوقتي يعني أنا شايفها إن هي opportunity كويسة لكل اللي عايز يخش freelancer، ما فيش المعوقات بتاعة زمان يعني. بتاعة زمان، ده حقيقي. طيب يعني حاجة من الحاجات برضه اللي أنا وأنا باحضّر للحلقة دي لفتت نظري وهي Petra Junior School. يا ترى ممكن تكلمنا عن الفكرة دي عبارة عن إيه، وإيه اللي خلّاك تفكّر إنك تعمل حاجة زي كده؟ طيب هو أنا في بترا أنا عندي بترا اللي هي الشركة الأساسية. اهم. آآ
كنت شايف إني من ضمن المسؤولية المجتمعية اللي المفروض أتحرك فيها إن أنا أترين الناس والشباب على التكنولوجيز، علشان لما نيجي كل سنة نقول عايزين ناس، نلاقي الناس دي قريبة من المستويات اللي إحنا بنطلبها. تمام. فبالفعل اشتغلت في بترا، اشتغلت إن إحنا ندرب كل سنة قرابة من 60 ل 100 واحد. كنا بنعمل لهم ورك شوب فري في اهم. الصيف، في خلال أجازة نص السنة للطلبة بتاعة الكليات. تمام. ولكن لما جيت بدأت أخش الأمر ده، لقيت بعض المبادرات المختلفة من من وزارة الاتصالات، من يعني أشخاص بعينهم، يعني مشكورين، دعوني إن أنا أخش قطاع التدريب بشكل قوي، وإن يكون في تعاونات بين قطاع التدريب يعني في خلال وزارة الاتصالات مع الشركات الخاصة. فبدأت اهم. إن أنا أهتم بإن أنا أشتغل على جزء التدريب، وفتحت بالفعل انتيتي خاصة بالتدريب اسمها بترا جونيور. تمام. وبترا جونيور هي انتيتي منفصلة بتشتغل على تدريب الشباب. وبدأنا بالفعل بشباب الجامعات. كان في مبادرة يمكن دعيتنا ليها مشهورة، دكتورة هبة صالح المدير التنفيذي لمعهد تكنولوجيا المعلومات، دعتنا للمبادرة، كان اسمها وظيفة تك. المبادرة كانت مبادرة عظيمة، وهي مبادرة يعني من ضمن المبادرات المحترمة لوزارة الاتصالات. كانت المبادرة إن إحنا ندرب شباب الخريجين ونوظفهم، وبعد التدريب والتوظيف بيجي فوق، بيجي وقت إن هو بيتخصم من مرتب المتدرب تمن التدريب اللي خده. وبالفعل شاركنا إذا بترا جونيور، شاركنا في التدريب وعملنا بعض الدفعات، وخرجنا بعض الدفعات بالفعل، وكان لينا نصيب في الأمر. تمام. بعديها تباعا يمكن كان في opportunities مختلفة، إن إحنا بيجي لنا تدريب في تعاون في عمان، إن إحنا ندرب على ERP systems وما شابه كده من تكنولوجي. والناس كانت بتبقى مهتمة إن المدربين يكونوا من الناس الإكسبرت اللي إيديهم في الشغل، يعني هو بيعرف يشتغل الشغل ده، هو مش بس بيشرح. تمام. يعني أوكي. مثلا اللي بيدرب اي ار بي هو اي ار بي انجينير، هو امبلمنتر بتاع اي ار بي، هو تمام. يعرف يشتغل الحاجه دي. التعليم اهم. بالطريقه دي بيختلف خالص، آه. لاني بيقول الحاجه المهمه. تعرف يس. زي كاني جايبين دكتور بيقول له اشرح بيولوجي، فهو بيشرح الحاجات بالظبط باهميتها بترتيبها، يا مش بترتيب الكتاب. هو يس، بيشرح فاهم الحاجات قصدك يا باهميتها الحقيقيه، ويمكن دي الحمد لله الميزه عليك. القوية اللي معانا في بترا جونيور. بدأنا بشباب جامعة، وبعديها تباعا بدأنا إن إحنا نهتم بفئات عمرية مختلفة. اهم. ودخلنا في مبادرات مختلفة، في تعاونات مختلفة، منها جمعية اتصال، منها الاي تي اي، منها مبادرات مع جهات متعددة في واحة سيليكون، في شركات خاصة، في جمعيات أهلية. تمام. وشفت إن دي مسؤولية مهمة من عندنا، لأن بواقع إن إحنا من أقدم الشركات الموجودة في الصعيد. فدايما الكاليبرز اللي هتترين الناس دول عايزينها كاليبرز تكون عندها اكسبيرينس، فهي موجودة معانا في الشركة. فكانت التعاونات دي بتسعى لينا، فقدرنا إن إحنا نحقق بيها جروس كويس. وواحدة واحدة بدأنا إن إحنا ننزل لأعمار مختلفة، لغاية ما بداية السنة دي يعني أدركنا إن الأطفال ليهم مساحة ضخمة من التكنولوجي، وإن إحنا علينا إن إحنا نبدأ معاهم. فبدأنا اهم. إن إحنا نأسس حاجة اسمها جونيور سكول. الجونيور أوكي. سكول دي بدأنا نحضر ليها. خد مننا الوقت تحضير قرابة ال4 شهور أو 5 شهور. خدنا 5 شهور بنحضر للمناهج بتاعتها. عملنا ياه! جونيور سكول، هي مدرسة بندرب فيها الأولاد من سن 5 سنين واو! لسن 16 سنة على التكنولوجي، بمنهج موجود برؤية واضحة. خدنا المناهج دي أو سعينا لدراسة المناهج دي من مصادر متعددة، من MIT، من هارفارد، من كذا مكان عالمي، علشان نفهم هم الناس دول بيدوا إيه في الأعمار دي، إيه التكنولوجيز المفروض إن هي تشتغل. ومواظبين ان احنا حاطين رؤية معينة ان احنا ازاي نطور المناهج دي بشكل مستمر، علشان نقدر نحافظ على ان هي تكون اب تو ديت، وان هي تكون متطورة.
وبالفعل افتتحنا المدرسة دي بداية شهر 6 اللي احنا فيه ده. والواحد ما كانش متوقع عدد أولياء الأمور والناس المهتمة بالأمر. ياه! والحمد لله كان لينا فيها جروس كويس. احنا في المدرسة دي كمان مهتمين ان التعليم يكون 1 تو 1. فالتعليم أوكي. فيري فيري فليكسبل، يعني انستراكتور قدامه ولد واحد. و... ياه! دي حاجة اه مميزة أوي الحقيقة. ياه! طبعا يعني ايه الوقت كله، احنا مش بنقعده الوقت الطويل او بنديله وقت مجموعة ان هو قاعد مع زمايله او كده، لا هو كل الوقت بتاعه هو علشان تركيزه يبقى وقته قليل وفايدة كبيرة. فده يعني آملين ان هو يفرق مع الناس. وبالفعل يعني بدأنا، وان شاء الله نأمل ان احنا يعني نبدأ ان احنا نطلع دفعات. احنا عندنا بنشتغل كوارترز، فلسه اول دفعة هنتفرج عليها قريب، وإن شاء الله يكونوا عاملين شغل كويس. ياه! هنبقى دي حاجة الحقيقة جميلة جدًا، وأنا لفت نظري موضوع اللي هو الأطفال السن الصغير دوّة، وعشان كده حبيت أسألك عليه. يعني أول مرة أشوف حاجة موجهة للسن الصغير أوي دوّة، آه. ويعني أنا متشوق أشوف هيقدروا يعملوا إيه يا ترى يعني. خليني الحتة دي أقول لك عليها. حصل أمر كده، إحنا أول ما بدأنا ننزل بالسن. اهم. فعندي حد من التيم هو اللي كان ماسك بترا جونيور. اهم. فجه بيقول لي إحنا كان أقل سن عندنا 8 سنين. أوكي. ف- فجه في وقت بيقول لي إحنا عايزين ندخل سن من 5 سنين ل8 سنين. إمم. فأنا يعني الموضوع استفزني بصراحة يعني. فقلت له 5 سنين ل8 سنين ده نعلمه ايه؟ آه، بالضبط كده، هو ده السؤال. ايه اللي هياخده؟ لا 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 لا، احنا السن ده صغير جدا. إمم. وفعلا رفضت الامر لاني شفته ان هو صغير قوي يعني. ياه! المهم كلمني مره تاني قال لي باشمهندس، يعني شافني في وقت رايق وبيقول لي بص يا باشمهندس، ام اي تي منزله تولز لتعليم البروجرامينج لسن 5 ل7 سنين، ياه! حضرتك اتفرج عليه. اتفرجت على الحاجه، حقيقي حقيقي الحاجه مبدعه مبدعه. ياه! الكونسبت بتاع البروجرامينج احنا بندي 3 تراكس. بندي بندي روبوتكس، وبندي بروجرامينج، وبندي إمم. ديزايننج. الواحد لما شاف سن ال5 سنين وهو بياخد سن 5 سنين بيدوله روبوتكس، متخيل الامر؟ روبوتكس ياه! سن 5 سنين. احنا ما يعني احنا هنا في بترا ما يعني بترا جونيور ما بدأناش سن الروبوتكس من 5 سنين، ما قدرناش بصراحة. بس بدأنا طبعًا. ياه! البروجرامينج والديزايننج من 5 سنين. بس أوكي. لما تشوف المناهج وتشوف تفاعل الأولاد معاها كانت مبدعة. فقلت لهم طب أول تجربة إحنا هنشوف يعني في الدوائر القريبة هنشوف الأطفال الصغيرة ونبدأ نشوفها. وبعد ما تخلصوا سجلوا لي فيديو مع الأولاد عن كل ولد عمل إيه. الفيديو أوكي. أنا ممكن أبعته لك. الفيديو مبدع 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 لأبعد الحدود الممكنة. ياه! هو حوّل طاقة الأولاد من طاقة عايزة تمسك الdigital في إن هي مبهورين بإن هم بيستخدموها، بإن هم ياه! بيبقوا مبهورين بإن هم بيعملوا التكنولوجي. وأعتقد ياه! إن التحوّل ده هو اللي إحنا محتاجينه بالفعل. طبعًا، إحنا ده أكيد، الموبايلات في أكيد. إيدين ياه! الأولاد، كل ياه! واحد ماسك الموبايل بيلعب بيه، تمام؟ صحيح. اهم. فإحنا بنتخانق معاهم في البيوت، نقول لهم سيب الموبايل، سيب سيب الموبايل، سيب الموبايل الموبايل. طول فكرة الوقت. إن الطفل يكون creative وإن هو يبدأ إن هو يمسك الموبايل يبدع ويعمل حاجات. أنا متشوق أشوف شكل الأطفال دي كل ما بيطلع لقدام. أكيد إدراكاته هتبقى مختلفة خالص عننا. إحنا فهمنا الconcept عن بتاع السن. الprogramming في يس. ثانوي وإعدادي، تمام؟ ياه! تخيل هو معاه concept الprogramming وهو النهارده 5 سنين قبل ما اتعلم الألفابet. هو بالضبط بيتعلم. كده. تمام. لأ، دي حاجة الحقيقة جميلة جدًا، وأنا فعلًا متشوّق أشوف الأطفال دول هيبقوا فعلًا شكلهم إيه لمّا يبتدوا يكبروا شوية، ويبتدوا يتعمقوا أكتر في المجالات دي اللي هم بدوها من وهم صغيرين جدًا يعني. دي يعني تجربة جميلة، وحقيقي مهتم إن أنا أتابع معاك وأعرف الأمور هتمشي إزاي. طيب أنا عارف إن أنا سألتك أسئلة كتيرة. هل أنت عندك أي أسئلة؟ هل في حاجة كنت متوقع إن إحنا نحكي فيها وما اتكلمناش فيها؟ آمم، أعتقد كده الأمور تمام. بس أنا ممكن يعني من خلال الحلقة دي والناس اللي بيسمعونا،
اقول للناس ان التكنولوجي ما زالت فيها opportunity ضخمه، في opportunity كويسه قوي في الامر. انا بشجع ان كل واحد يبدا ويشتغل على الامر. خليني برضو احنا محتاجين قوي ان الناس تكون ليها قدرة على تعليم ذاتها. لو انت اب النهارده، ازرع في اولادك ان هم ازاي يعلموا نفسهم، ازاي يقدر يتعلم بنفسه، ازاي يقدر يكتشف. التعليم بالاكسبلورينج وبالاكتشاف تعليم مختلف، تعليم قادر على الاختراع، تعليم قادر على ان يوصل الاول، تعليم قادر ان هو يدينا صدارة العالم في بعض الصناعات. فبشجعك ان انت لو ولي امر او اب، ان انت تشجع اولادك ناحيه الامر ده. لو انت لسه شاب صغير، عليك ان انت تهتم بنفسك، ان انت تتعلم بالاكتشاف وتتعلم بالتجربه وترايل اند ايرور لغايه ما توصل. ما تيأس من الامر كله ابليكابل. احنا اكيد هنوصل. المسافه مسافه وقت والادراك موجود. المسافه مسافه وقت والادراك موجود. احنا كده كده هنوصل. المسافه مسافه وقت. دي مسج انا محتاج ان اوصلها من خلالك. محتاج ان انا اقول للناس ان احنا دلوقتي، يمكن انا قلت لك ده قبل الحلقة، ان احنا دلوقتي في عصر ذهبي جدا في التكنولوجي في مصر. صحيح. عندنا مبادرات كتيرة جدا 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 حوالينا بتساعد كل طوائف الشعب ان هي تتعلم تكنولوجي. النهارده حضرتك اتعلم، زق اولادك ان هم يتعلموا. اعمل كل حاجة بتعملها حواليك، حاول ميرج معاها التكنولوجي. لو انت مم. في صيدلية، ميرج التكنولوجي. لو انت دكتور، ميرج التكنولوجي. لو حضرتك مهندس مدني، ميرج التكنولوجي. كل الناس عليها ان هي تمرج التكنولوجي. يمكن دي حاجه من ضمن الحاجات المسنده ليا في تيك، ان انا اساعد الشركات ان هم يعملوا ميرجنج للتكنولوجي في شركاتهم. احنا في عصر ذهبي في ان في جهات متعدده من مبادرات متعدده بتقدر توفر لك التعليم فور فري. فبرضه على الشباب ان هم يتحركوا ويشارك في المبادرات. عليك ان انت توحد الاهداف بتاعتك والرؤيه بتاعتك في ان انت عايز تروح فين عشان نقدر نوصل. لان صحيح. التشتت في المجال واسع جدا. فان انت لو يا اتشتت فيه مش هتوصل. الموضوع صعب. صحيح. فعليك ان انت توحد الاتجاه. برضو يمكن في حاجة برضو من خلالك نقدر نوصلها للناس. عندنا في تيك، في مركز الإبداع التابع لوزارة الاتصالات، في مبادرات كويسة قوي. في مبادرة داعمة للشركات في التحول الرقمي، وفي دعمهم تكنولوجيا. يعني لو حضرتك دلوقتي عندك أي فكرة أو عندك أي نشاط وعايز دعم، او عايز سبورت تكنولوجي او كونسلتنت سيرفيس على مستوى التكنولوجي، على مستوى البيزنس، ممكن تقدم في تيك، وهيساعدوك ان يقعدوك مع ناس اكسبيرت. الكلام ده كله بفلوس. الكلام ده احنا كنا زمان عشان نعمله بندفع ارقام كبيره. افتكر ان احنا في بدايات بترا كنت بتواصل مع كونسلتنتس وكده. كانت الكونسلتنت سيشن كانت برقم كبير. احنا الكلام ده النهارده متوفر فور فري من خلال تيك، من خلال وزارة الاتصالات، من خلال جهات متعددة. فبرضه نقدر ان احنا نشترك فيه. في مبادرات مختلفة في تيك ناحية تمويل المشاريع التكنولوجية. لو عندك فكرة تكنولوجية ومشروع شايفه هيحل مشكلة، عليك ان انت تقدم. الجماعة دول بيدوا دعم لغاية 450 ألف جنيه. وده رقم آه. يعني مش قليل، يقدر يبدأ معاك الأفكار بشكل كويس. فدي طبعا دي كلها حاجة حاجات ممتازة يعني. شايفة إن هي داعمة للماركت بشكل كبير. شايف إن أنت بعد كليتك وبعد ما أنت تتخرج، عليك إن أنت بشكل مهم، بشكل أساسي، إن أنت تتحرك ناحية إن أنت تاخد كورسز مكثفة لمدة 6 ل9 شهور مينيمم علشان تكون جاهز لسوق العمل. فالموضوع ده عليك إن أنت تاخد بالك منه وتبدأ من بدري. ما تبدأش بعد ما تتخرج، ابدأ من أنت في الكلية. خد تريننج مع جهة، مع التانية، مع التالتة، عشان أول ما نيجي نتخرج نكون مستعدين. طبعا بشكرك لدعوتك الكريمة. ويعني سعيد جدا إن احنا نقدر نقدم حاجة مشتركة. وأنا انترستد جدا كنت في البودكاست، يعني إن هو هيكون معاك وفي كل وقت. أنا يعني نظرتي ليك إني الشخص المبدع المجدد. يمكن دايما بتعلم منك، وبنشوف دايما فيك بوادر التشجيع والأمل. و-
وده كله كان دافع ليا إن أنا أكون سعيد وأنا معاك النهاردة في البودكاست. أنا بشكرك جدا، وأتمنى الناس يكونوا اللي سمعونا قدرنا نقدم لهم حاجة كويسة يعني. ده اكيد، وانا طبعا يعني اسعد وسعيد جدا بالحلقه دي، وان احنا نقدر نتكلم واتمنى فعلا الناس تلاقيها مفيده. يعني اخر حاجه، لو حد حابب يتابع الانشطه بتاعتك بشكل شخصي، او الشركه بتاعتك، او البرامج اللي بتقدموها، هل الناس تقدر يعني تتابع ده من خلال الويب سايت او السوشيال ميديا، او يعني قول لنا كده ازاي الناس تقدر تتابع آه، الشغل بتاعك يعني. احنا متواجدين بشكل كويس قوي على السوشيال ميديا. احنا موجودين على لينكد ان، موجودين على الفيسبوك، موجودين على انستجرام يمكن اقل شويه. مهم. موجودين بشكل كبير في كده. الصفحه بتاعتي على لينكد ان انا برد على اغلب الناس اللي بتبعت لي اي اسئله او اي حاجه. انا موجود اغلب الوقت. تمام. يعني في اي وقت برضو من خلالك انا اكون سعيد باستقبال اي اسئله او اي حاجه الناس عايزه تعرف عليها. تمام خلاص، واكيد انا يعني اقدر اخد منك اللينكات واحطها في النوتس بتاعت البودكاست، بحيث الناس تقدر ان هي توصل للحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها دي بشكل اسهل يعني. تمام، اوكي، شكرا شكرا تمام، ليك. ميرسي جدا ليك باشمهندس اندرو صابر، اشكرك جدا انك نورتنا النهارده، وسعيد بالحوار جدا. وباذن الله نتقابل في حلقات تانية، واشوفكم مع حلقات جديده من اسرار الفريلانسنج مع ماندو. شكرا لمتابعتكم.